لحمة العيد وتعالي، سواء كنتي من الناس اللي بتحب تتبل بقى وصاحبة مزاج او كنتي من الناس اللي عايزة تشتغل في السريع. تعالي نقوله بقى الطريقة الأولانية. تبلي لحمتك كويس وحطي لها بهاراتها وشوية صويا صوص، وحطي برضو للبصل شوية بهارات حلوة، بهارات سبعة ومرقة واشتغلي كده شغل عالي. حطي بقى حتة زبدة ومعاها ورق لوري، وانزلي باللحمة المتبلة تشي كده في الزبدة تسيح بقى، وحتة مرقة معاها. وبعد كده طلعي اللحمة وحطي شوية سكر يتكرملوا ويشوفوا حالهم عامل ازاي، وننزل بالبصل اللي احنا بهرناه لحد ما يتكرمل معانا زي ما احنا شايفين. وننزل بعد كده بربع كوباية مية تاخد وتسحب الكراميل كله. وننزل تاني باللحمة اللي احنا شوحناها ونقلب. شغل بقى ايه ده؟ شغل ستات البيوت اللي هم الرايقين. وبعد كده فصين توم حلوين ونبتدي نحطهم في طاجن ومية مغلية وعلى الفرن بقى، وبراحتها تطلع معانا احلى طاجن لحمة بصل. طب انتي موظفة ومستعجلة، هاتي اللحمة زي ما هي وحتة زبدة وشوحيها كل ده في طاسة واحدة، وانزلي بالبصل بحاله ومتقطع شرايح، وقلبي كل الشغل ده على بعضه. حطي عودين نعناع او ورق لوري لو عندك، شوية بهارات سبعة وملح وفلفل ومرقة، وانزلي وشوحي كل ده مع بعض. وبعد كده معاكي الطماطمايه بقى هتديكي نفس تيست الكراميل، وشوية فلفل حراق لو انتي عايزة، وقلبي كل الشغل الجميل ده على بعضه وحطيه لحد ما يستوي على نار هادية. اول ما تحسي انه داخل على سوا، كل وانتي رايحة وانتي جاية كده بتخلصي شغل البيت، حطيله المية لحد ما يستوي. بعد كده هاتي الكلام الجميل ده كله في طاجن ونحطه في الفرن حوالي 10 دقايق، ياريت قبل الاكل على طول، ويطلع معانا نفس النتيجة وبألف هنا. ويا رب يكون الوصفة